لو أول مرة بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يجيلك كل جديد. ولو القصة عجبتك ياريت تعمل لايك وتسيب لي رأيك في كومنت. أنا أحمد صقر ويلا بينا نبدأ القصة. أنا علي، 21 سنة، طالب مغترب في جامعة اسكندرية. أنا أصلا من الشرقية، عايش في شقة مأجرينها أنا و3 أصدقاء ليا، أحمد وسامح وياسين. كلنا طلبة مغتربين من محافظات مختلفة، لكن بيجمع ما بيننا إننا في كلية واحدة. أشد هواية ليا هي القراية، لكن مش أي قراية. أنا بعشق القراية في قصص الرعب. تقريبا قريت كل قصص الرعب اللي ممكن تكون سمعت عنها في يوم من الأيام. في يوم كنت نازل أتمشى في محطة الرمل، وده مكان معروف في اسكندرية. رجلي خدتني المكان المفضل، شارع النبي دانيال، شارع من أقدم شوارع اسكندرية، الشارع اللي غرقان بالكتب، شارع ممكن تلاقي فيه أي كتاب انت عاوزه. فضلت ماشي بتفرج على الكتب اللي مالية الشارع على الجنبين، يمكن ألاقي حاجة تشدني، لحد ما لقيت راجل عجوز قاعد ومعاه 3 كتب بس. ساعتها استغربت جدا، رحت لحد عنده وبدأت أقرأ عناوين الكتب اللي معاه. الراجل بصلي وقال لي: خلي بالك، دي مش حواديت، دي كتب رعب بجد. قلت له: ده أنا دايخ من الصبح على رواية جديدة. حلوة قوي. مسكت أول كتاب، ما لقيتش مكتوب عليه لا عنوان ولا اسم مؤلف. سألته: مين اللي كاتب الرواية دي؟ والرواية دي اسمها ايه؟ لقيته بيقول لي: أنا قلت لك دي مش رواية يا ابني، ده بجد، واسم صاحبها هتلاقيه جواها. قلت له: يعني ايه بجد؟ قال لي: اللي عاوز يعرف لازم هو اللي يقرا بنفسه. عاوزها ولا تسيبها تروح لصاحب نصيبها؟ ساعتها حسيت برغبة شديدة في اني عاوز اعرف ايه اللي مكتوب، ولسه بفتح الرواية لقيت الراجل صاحب الكتب بيزعق وبيقول لي: لو هتقراها يبقى لازم تشتريها وتبقى بتاعتك، غير كده سيبها وامشي. استغربت جدا من معاملته ليا وقررت اني هاخد الرواية، والغريب انه باعهالي برخص التراب. المهم اخدت الرواية وجريت على البيت متحمس جدا اني ابدأ قراية فيها. وصلت البيت على 10:30 بالليل. دخلت اوضتي بسرعة وانا معايا الرواية الجديدة في ايد، والايد التانية محضر كوباية الشاي، استعدادا لقضاء ليلة سعيدة مع ألذ هواية ليا. قعدت على مكتبي وفتحت الكتاب، ولقيت الرواية من أول صفحة مكتوب فيها: أهلا بيك، أنا بطل الرواية اللي هتقراها، وأنا اللي كاتبها بنفسي. طبعا انت ما تعرفنيش. في البداية أحب أعرفك بنفسي. أنا دكتور عصام الكاشف، عندي 48 سنة، بشتغل دكتور تشريح في إحدى المستشفيات في اسكندرية. بحكم طبيعة وظيفتي شفت حاجات كتير قوي، منها اللي ممكن تصدقه ومنها اللي مستحيل يتصدق. معظم زمايلي كانوا دايما بيقولولي: إياك تحكي حاجة من اللي بتشوفها عشان ممكن تتأذى. بس أنا تعبت وقررت أحكي كل اللي شفته. كل حاجة شفتها قررت إن أكتبها هنا في الكتاب اللي انت بتقراه دلوقتي. بس هطلب منك حاجة، اللي هتقراه دلوقتي انت ما تعرفش كلفني ايه وايه اللي انا شفته مقابل اني احكيه او اكتبه. طلبي بقى: اولا ما تستهونش باللي مكتوب. ثانيا لو صدفت وطلبت منك المساعدة انت واجب عليك تساعدني. خليك فاكر الطلبين دول قبل ما تبدأ قراية في الكتاب، وخد بالك لو بدأت قراية يبقى انت وافقت، وده العهد اللي بيني وبينك.
معرفش ليه وبدون أسباب قلبي اتخطف بمجرد ما قريت الكام سطر اللي فاتوا، بس الفضول ورغبتي في إني أعيش تجربة رعب جديدة وقوية خلتني أقرر إني أكمل قراية. وقد كان. قلبت الصفحة عشان أكتشف إن الكتاب الضخم اللي في إيدي مكون من كذا قصة، يعني مش رواية واحدة وبس. ساعتها فرحت أكتر لأني هعيش أكتر من تجربة، وبدأت قراية في القصة الأولى. القصة كانت بعنوان يومي الأول في المشرحة. بعد ما خلصت دراسة في كلية الطب اللي تعبت فيها جدا، انتقلت المستشفى في اسكندرية، وده كان التكليف بتاعي اللي ما كانش ينفع انه يترفض. وطبعا انت بتسأل نفسك دلوقتي ايه اللي ممكن يخليني ارفض استلام الوظيفة اللي معظم اللي في سني مش لاقيينها؟ ببساطة الوظيفة دي هي اني ابقى دكتور مساعد في مشرحة المستشفى، ودي كانت اخر وظيفة اتخيل اني اشتغلها في يوم من الايام. المهم، وبعد ضغوط كتير من اهلي عملت استلام وظيفي ورحت المستشفى. دخلت على مدير المستشفى على حوالي 8:30 الصبح، كان اسمه دكتور محمد أبو العز. رحب بيا جدا، خصوصا ان انا الوحيد اللي كان تكليفي في المستشفى بتاعته من دفعتي كلها. بدأ يكلمني عن طبيعة الشغل وعن زمايلي وعن قد ايه المكان بيعتمد على العمل الجماعي، لدرجة ان انا بدأت اغير فكرتي عن موضوع المشرحة اصلا، وبدأت اقتنع انه شيء عادي، لحد ما لقيته بيقولي: بص يا دكتور عصام، كل زمايلك هنا هتلاقيهم كويسين معاك، بس نصيحة مني، ابعد عن دكتور أكرم، ما تسمعلوش. قلت له: ماله يعني؟ هو معاملته مش كويسة؟ قال لي: لا، هو كلامه غريب حبتين، أعصابه باستمرار تعبانة، خصوصا بعد ما توفت مراته وبنته. قلت له: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي: عموما هتتعرف على كل الناس واحدة واحدة، وكلهم هتلاقيهم بيساعدوك، ما تقلقش، بس خليك فاكر، بلاش أكرم. روح انت بقى دلوقتي وتعالى استلم شيفت النايت من 8، عشان انت جدولك كله ليلي أول 3 شهور. شكرته على حسن المعاملة والاستقبال مشيت وانا دماغي بتفكر، هو ايه اللي انا بقيت فيه ده؟ مشرحة وبالليل ودكتور أكرم التعبان ولا المجنون ده؟ ايه ده كله؟ عموما الله المستعان. نمت بأعجوبة، بس وانا نايم حلمت حلم غريب. حلمت بإني ماشي في جنينة شكلها حلو قوي، حلو بس غريب لأن كل الحاجات اللي مزروعة فيها تحس إنها مفيهاش حياة، بلاستيك. ولقيت واحد واقف في آخر الجنينة وبيبصلي، واضح جدا إنه الجنايني. أول ما عيني جت عليه وشفته قلبي اتقبض. شكله كان أغرب شكل ممكن يبقى البني آدم، باصصلي ومبتسم ابتسامة ثابتة ومفتح عينه ومش بيرمش، عضلات وشه بالكامل متجمدة. كبير في السن، يعني حوالي 50 سنة، أبيض شاحب ولابس لبس الأرياف، وماسك في إيده خرطوم مية بيسقي بيه الزرع. بس المشكلة إنه مش بيسقي الزرع بالمية، ده بيسقيه دم. ساعتها قمت من النوم مفزوع، استعذت بالله من الشيطان الرجيم وبصيت بسرعة في الساعة علشان اكتشف انها 7:10. يا نهار ابيض، انا كده هتأخر. جريت بسرعة علشان البس وطيارة على المستشفى. فعلا وصلت في ميعادي، مضيت في دفتر الحضور وسألت الموظف: هو فين القسم بتاعي؟ اصل انا اول يوم تكليف ليا النهاردة، ودكتور محمد عرفني على كل حاجة ما عدا مكان القسم. لقيت الموظف بيبتسم ابتسامة سخيفة وبيقول لي: شايف الباب اللي في اخر الطرقة ده؟ ادخل هناك واسأل عم معوض، هو مستنيك علشان يوصلك. مشيت فعلا لحد اخر الطرقة وفتحت الباب علشان اشوف اغرب منظر ممكن اشوفه. ايه ده؟ المنظر ده انا لسه شايفه حالا اقل من ساعة. انا كنت لسه بحلم بالمكان ده من شوية.
مش معقول. طب ازاي؟ ده المكان زي ما شفته بالظبط بكل تفاصيله، الطريق اللي على الأرض والشجر والزرع، الزرع الميت اللي فعلا تحس ان مفهوش روح. ايه ده؟ ده نفس الراجل اللي حلمت بيه بنفس الملامح، الضحكة الثابتة والعينين اللي مش بترمش ووشه الشاحب. ده باصص لي نفس البصة، بيبصلي وهو مبتسم، وانا ثابت مكاني ومش عارف اعمل ايه، بس كل اللي حاسس بيه ان جسمي كله ثابت ومش قادر اتحرك. وبدأ بيقرب مني بخطوات بطيئة، وهو بيميل راسه يمين وشمال ببطء شديد، كأنه شايف حاجة غريبة وبيحاول يكتشفها، لحد ما وصل قدامي بالظبط ولقيته بيقول لي: دكتور عصام مش كده؟ قلت له: اه. انت مين؟ قال لي: انا عمك عوض، انا اقدم واحد هنا، انا اللي المستشفى دي اتبنت على ايده. سيبك مني دلوقتي، كده هنتكلم تاني كتير. انت جاي تسألني عن الطريق صح؟ اصل انا هنا الوحيد اللي هيدلك على الطريق الصح، كلهم هنا ما يعرفوش الصح فين، انا بس اللي اعرف. قلت له: طريق صح ايه وكلام فاضي ايه؟ انا عاوز اروح استلم شغلي اللي في المشرحة. انت شكلك راجل كلامك كتير ودماغك فاضية. كنت بقول الكلام ده وانا مرعوب من جوايا، وسايبه وماشي عشان يبقى في ظهري وما شوفهوش، لاني فعلا مش قادر ابصله من كتر الرعب اللي كنت بحسه وانا باصص في عينيه. واما بقى في ظهري سكت. قلت له: ها، انا قدامي 3 ممرات، انهي ممر بتاع المشرحة؟ يا عم عوض رد يا عم العميق. بدور وشي ما لقيتهوش، لقيته اختفى، كأن الارض اتشقت وبلعته. ساعتها انا كنت بدأت ادخل في حالة من الذعر، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، وقررت ساعتها اني ادخل في اي ممر من اللي قدامي وخلاص، حتى لو ما كانش هو ده اللي هيوصلني على المشرحة، مش مهم. المهم اني هوصل لاي قسم هناك، وهناك اخلي اي حد يوصلني وخلاص. انا عاوز امشي من المكان ده وبس. وقد كان. دخلت اول ممر، هو عبارة عن ممر طويل ما تقدرش تحدد اخره فيه ايه. الاضاءة فيه خفيفة، والحيطان كلها سيراميك قديم ومش نظيف، باين عليه ان المكان قديم قوي. مفيش اي ابواب على الجنبين، هو طريق طويل وبس. مش سامع غير صوت خطواتي، لا، في صوت تاني، صوت حد بيتألم، وباين انه ست مش راجل. الصوت حاسس انه جاي من اول الممر، من قدامي. بدأت امشي بسرعة علشان اقدر اوصل للصوت، وبدأت اشوف من بعيد حد قاعد على الارض مخبي وشه ما بين ركبه وبيتألم جدا، كان واضح من حركته. وبدأت اتأكد انها ست مش راجل اما قربت عليها. كل ما بقرب الصوت بيوطى، لحد ما الصوت بدأ يتحول من ألم لضحك، ضحك هستيري. ساعتها كنت وصلت، ورفعت وشها. أنا اتفاجئت بأبشع منظر، ست ملامحها متهالكة، كأن عندها جذام، ما تقدرش تحدد ولا توصف ملامحها من كتر ما هي بشعة. بصت في عيني وهي مبتسمة، وبدأت تقوم تقف. أنا كنت متسمر مكاني، جسمي كله متلج ومش قادر أتحرك. الموقف كان صعب جدا، وبدأت أتأكد إن أنا في مكان مش طبيعي. حسيت إنها بدأت تتحرك ناحيتي. أنا معرفش جبت الشجاعة دي منين، ولقيتني زقتها وطلعت أجري. بدأت أجري من غير ما أبص ورايا، عشان نفسي أوصل لآخر الممر ولاقي حد ينقذني من اللي أنا شايفه ده. بجري
وانا سامع صوت خطوات رجليها ورايا، وصراخها اللي كان مش بيقف. صراخها كان صوته بيعلى بشكل هستيري، وانا ما زلت بجري باقصى سرعة لحد ما وصلت لاخر الممر اللي اكتشفت انه سد. الممر مسدود، مفيش قدامي غير حيطة ومفيش اي مخرج. ساعتها حسيت ان دي النهاية ومفيش اي مخرج من اللي انا فيه. وقفت مكاني وانا مش قادر الف وشي، وحاسس انها ورايا بشكل مباشر. نفسها، حاسس بنفسها ورايا، وشامم نفس ريحتها السيئة اللي شمتها اول ما قربت منها. قلبي هيقف من الرعب ومش قادر اخد اي قرار. وفجأة صرخت بأعلى صوت عشان ساعتها افقد الوعي ويغمى عليا. فقت لقيت نفسي في مكتب دكتور محمد مدير المستشفى، وواقف جنبه 3 دكاترة. دكتور محمد بيقول لي: ايه يا دكتور، خضتنا عليك، انت طلعت قلبك خفيف، في حد يا راجل يغمى عليه اما يشوف فار؟ قلت له: فار ايه؟ قال لي: ايوه، عطيات العاملة كانت واقفة وشايفة كل حاجة، شافتك وانت واقف في الجنينة، وبعد كده دخلت ممر المخزن. الممر ده قديم وتقريبا محدش بيدخله لان فيه الكهنة بتاعت المستشفى، وشافتك كمان لما قعدت تصرخ اول ما شفت الفار وبعدها اغمى عليك. يا راجل دي هي اللي جت بلغت وخلتنا نيجي نشوف ايه اللي حصل. قلت له: يا دكتور مفيش حاجة من دي حصلت، اللي حصل اني اما كنت واقف مع عم عوض عشان يعرفني الطريق زي ما الموظف ما قال لي، وكنت لسه هكمل كلامي، لقيت واحد من اللي واقفين بيقول لي: ثواني بس، ثواني يا دكتور عصام، انت بتقول مين اللي قالك؟ قلت له: الموظف. قال لي: موظف مين؟ قلت له: اللي مضيت عنده حضور. قال لي: مفيش موظف اصلا، شفت الليل ما بيبقاش فيه امضى اصلا، الامضى بتبقى بالنهار، بنمضي حضور وانصراف واحنا ماشيين، ما تعرفها يا دكتور محمد. قلت له: ازاي؟ وعم عوض مفيش برضو؟ والست اللي انا شفتها؟ لقيت دكتور محمد بيقول لي: لا، ده انت اعصابك تعبانه قوي، وشكلك كده كنت قلقان من موضوع المشرحه من الاول، عشان كده اما اغمى عليك اتهيألك كل ده. عموما احنا خلاص الساعه 8:15، اعتقد انك تمام دلوقتي، روح انت، وانت كده ما عندكش شيفت النهارده ولا بكره يا سيدي، ريح اعصابك ومستنيك بعد بكره ان شاء الله، ودكتور اشرف هتلاقيه يا سيدي هو اللي في استقبالك من على باب المستشفى. سكت وما بقتش عارف ارد. لقيت واحد من اللي واقفين بيقول لي: تعال انا هوصلك. رد دكتور محمد وقال له: لا، خليك انت يا اكرم، دكتور اشرف هو اللي هيوصل دكتور عاصم، قفل انت شغلك وتقدر تروح بعد كده، يلا يا اشرف وصل عاصم. روحت وانا شبه منهار من التعب والارهاق، خصوصا بعد الليلة الصعبة اللي شفتها. دخلت شقتي واترميت على السرير زي القتيل، بس اللي ما كنتش عارفه ان اللي انا لسه هشوفه في المستشفى دي اصعب بكتير من اللي شفته في الليلة اللي فاتت. قفلت الكتاب بعد ما قريت القصة الاولى وانا فعلا حاسس ان اللي جاي اصعب، خصوصا اني اكتشفت ان دي مش رواية، دي مذكرات وحدثت بالفعل. ولحد هنا تكون خلصت قصة النهاردة. لو انت لسه معايا لحد الدقيقة دي ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه ما عملتش اشتراك في القناة ياريت تعمل سبسكرايب. انا احمد صقر ودي قناة انسو جيم.